بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، في بيت النبوة برنامج كريم نحاول أن نقترب فيه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوقف مع بعض المواقف والأحداث والأحوال المشرفة تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مع نفسه، تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أبنائه وأحفاده وأبناء المسلمين عامة، تتعلق ببعض المواقف التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه داخل بيته، وكذلك الأحوال المشرفة بين النبي وبين الوحي. نحاول أن نقترب كثيرا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل بيته، نستخرج الكنوز والأسرار التي امتلأت بها بيت النبي صلى الله عليه وسلم لنسقطها على واقعنا المعاصر، حتى نقترب تطبيقا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكون على منهج وخطى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول لنا رسول الله: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. توجيه كريم جاء على هذا النفس المحمدي الذي ينبغي ويجب علينا أن نرقبه جيدا حتى نحوله إلى واقع عملي في حياتنا. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يوجهنا هذا التوجيه الرائع: أكرموا أولادكم. ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المستقبل، ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنشئة الرصينة للأجيال الذين فيما بعد سيكونوا سواعد حقيقية لبناء الأمة وبناء أوطانهم. أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. من هنا كان عنوان لقائنا اليوم في بيت النبوة أن نتوقف مع صفة الأبوة عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا نتناول الأبوة عند النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فالضابط الأول العميق العريض الذي ينبغي أن نتفهمه جيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذروة في كل مفصل من مفاصل الحياة وفي شؤونها العامة بإطلاق، لا سيما الأبوة عند نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل بالأبوة مع أبنائه، مع أحفاده، مع أبناء المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع أبنائه وأحفاده بمطلق الرحمة. وخلي بال حضراتكم، أول ما نقول الرحمة لا نريد أن ينصرف الذهن إلى معنى ويهمل معاني أخرى كثير. لما نقول كلمة الرحمة عايزين نفتح الباب، عايزين ننظر للرحمة بالمعنى الواسع، بالمعنى العميق. الرحمة التي تحمل معنى العطف، الرحمة التي تحمل معنى الحنان، الرحمة التي تحمل معنى الشفقة، الرحمة التي تحمل معنى التبسم، الرحمة التي تحمل معنى الانبساط النفسي، الرحمة التي تحمل معنى البشاشة، الرحمة التي تحمل معنى قبول الآخر. هكذا علينا أن نوسع المفهوم، خاصة إذا كنا نتناول صفة عند أعظم خلق الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي كان يتعامل بمنطق الأبوة بمطلق الرحمة مع الأبناء والأحفاد ومع أبناء المسلمين عامة حتى وغير المسلمين. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه الرحمة الواسعة العميقة، والتي ينبغي أن تدرك رحمة النبي صلى الله عليه وسلم جيدا، لأن رسول الله تجاوز الأخلاق التي نتقلب فيها، فأصبح رسول الله هو صاحب الخلق العظيم بتقييم الله العظيم، فلا تقييم بعد تقييم الله سبحانه وتعالى. يعني أول ما نقول رحمة النبي يبقى مش رحمة زي رحمات الخلق، لا، رحمة تجاوزت الرحمة التي نعرفها بيننا وبين بعضنا البعض. مع أن رسول الله كان يتعامل بمنطق البشاشة والتبسم والانبساط النفسي وقبول الآخر وغير ذلك من معاني الرحمة، إلا أنه لم يكن ينسى أن يوجه أنظار الأولاد والأبناء والأحفاد وأبناء المسلمين وغير المسلمين كذلك ممن يقابلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يوجههم إلى العالم الأخروي. وهذا ما نسميه بحرفية الصنعة. خلي بال حضرتك بقى معي، في حاجة اسمها صناعة وحاجة اسمها حرفة. يعني في فرق بين الصانع والحرفي.
الصانع هو الذي يوجد أمرا معدوما، ابتكر شيء، أوجد شيئا لم يكن موجودا قبل ذلك مما خلقه الله سبحانه وتعالى. أما الحرفي فهو الذي يقوم بصيانة الصنعة. يبقى إذن الصانع يوجد أمرا معدوما، الحرفي يقوم بصيانة الصنعة. حضرتك بقى أيها الإنسان، من تشاهدنا الآن ومن يسمعنا الآن، أنت صنعة من؟ هل ادعى أحد يوما بأنه خلق الإنسان؟ هل ادعى أحد يوما بأنه صنع الإنسان؟ هل ادعى أحد يوما بأنه ابتكر هذا الإنسان وأوجده وركبه في هذه الصورة الكريمة؟ أنت صنعة الله سبحانه وتعالى، وصاحب الصنعة هو وحده الذي يدرك كيفية تشغيلها وكيفية إصلاحها إن فسدت. إذن أنت أيها الإنسان صنعة الله سبحانه وتعالى، وهبك الله طاقات، وهبك الله قدرات، أعطاك هذه الجوارح ومكنك منها وسخرها لك. إذن عليك أن تكون حرفيا لصنعة الله فيك، كن حرفيا لهذه الجوارح، كن حرفيا لهذه المواهب، كن حرفيا لهذه الطاقات والقدرات والإمكانات التي وهبها الله عز وجل لك. ما معنى أن أكون حرفيا لهذه الصنعة؟ أي أن تقوم بصيانة هذه الصنعة عن كل ما يؤذيها في الدنيا وفي الآخرة. هكذا كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأسيسه للنشء، في تأسيسه للأجيال، في معاملته للأبناء والأولاد. كان يعاملهم بمطلق الرحمة، إلا أنه كان يوجههم ويوجه أنظارهم إلى العالم الأخروي. كان دائما يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكونوا حرفيين لهذه الصنعة، بأن يحفظوا هذه الجوارح عن كل ما نهى الله عز وجل، حتى يحفظونها في الآخرة من عذاب وعقاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك في حاجة احنا بنقول عليها إيه؟ علينا أن نستحضر اللحظة النهائية. خلي بال حضراتكم كويس، هو ده اللي كان بيأسس به النبي صلى الله عليه وسلم الأبناء والأحفاد، أن يستحضروا اللحظة النهائية. إيه اللحظة النهائية؟ يوم أن نقف بين يدي الله عز وجل للسؤال. وحتى يصل المعنى إلى الأذهان نضرب هذا المثال. تخيل حضرتك أن هناك مثلا طالبا في الشهادة الثانوية، ونسأل الله أن يرزق أبناءنا الفهم والوعي وأعلى الدرجات حسب إمكاناتهم وقدراتهم وحسب دراساتهم. هذا الطالب الذي كان في الشهادة الثانوية استطاع أن يحصل على أعلى الدرجات، فجئنا به ووجهنا إليه السؤال: أنت كيف استطعت أن تحصل على أعلى الدرجات؟ جبت الدرجات دي إزاي؟ إزاي استطعت أن تصل إلى المركز الأول؟ فأجاب الولد إجابة رائعة، قال إيه؟ لم تغب عني لحظة الامتحان. خلي بال حضرتك، لم تغب عني لحظة الامتحان. يعني إيه؟ يعني الولد كان يدرس وكان يذاكر ولم ينشغل بأي شيء سوى بالمعلومات التي سوف تمكنه من حل ورقة السؤال النهائية. هي دي لم تغب عني لحظة في الامتحان. هو يجلس في امتحان آخر السنة، أمامه ورقة السؤال، وهناك زمان محدد يجيب على ورقة السؤال. لا ينشغل بلون ثيابه، لا ينشغل بطعامه، لا ينشغل بأي شيء سوى بكل معلومة تمكنه من حل ورقة السؤال وفي الزمان المحدد لهذه الإجابة. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه الأبناء والأحفاد إلى أن يستحضروا اللحظة النهائية، يعاملهم بالرحمة، يطلق لهم الحرية. لكن رسول الله كان في هذا الأمر جادا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحاول أن يقوم بتربيتهم على حرفية صنعة الله عز وجل، وأن يوجه أنظارهم إلى استحضار اللحظة النهائية في الآخرة حتى ينشغلوا بكل ما يؤدي السعادة في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا ضابط أول نفهم منه أبوة النبي صلى الله عليه وسلم للأبناء والأحفاد وغير ذلك من أبناء المسلمين. طيب، رقم 2، هذا توجيه للعالم الأخروي. كان هناك توجيه أيضا للأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم الحرية، إلا أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يسمح أبدا بأي انفلات في السلوك. كل سلوك يغاير أو يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أمر به القرآن الكريم، كان رسول الله في هذا الأمر جادا، وكان النبي لا يسمح بأي انفلات في السلوك أو أي عدم انضباط في هذه الأخلاق. إذن تربية لاستحضار اللحظة النهائية، حرفية الصنعة، تربية على الأخلاق العظيمة، لا يسمح بانفلات السلوك، لا يسمح بأي انفلات في هذه الأخلاق. وهذا ما ينبغي أن نؤسس عليه أبناءنا. علينا أن ننظر جيدا إلى طرق التربية داخل البيت، علينا أن ننظر إلى الأصحاب
الذين هم فيما بعد سيشكلون أيضا عقلية أبناءنا، من يصاحبون، من يجالسون، مع من يذهبون. لابد أن ننظر في هذا الأمر جيدا كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا إلى نقطة أخرى دقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع الأبناء والأحفاد كان يعاملهم باللطف والرقة، كان يعاملهم بلغتنا يعني ما نسميه بالظرف والتبسم والقبول وغير ذلك. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا أقبلت السيدة فاطمة ابنة رسول الله عليه كان النبي يقوم لها ويرحب بها ويقبل يدها. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة رائعة تخبر عن محبة النبي للأبناء والأحفاد، وفي طريقة رائعة تبين حب رسول الله للأبناء وقرب الأبناء. يعني نستطيع أن نقول ما علمنا والدا يحب أبناءه كحب النبي لأبنائه، وما علمنا أبناء يحبوا أباهم كحب الأبناء، خاصة السيدة فاطمة لأبيها سيدنا رسول الله، بشيء من التوازن. لما نقول النبي بيحب السيدة فاطمة مش بيحب فاطمة بس، بيحب كل الأبناء، لكن بشيء من التوازن حتى لا يعني نفرق بين المحبة عند رسول الله، وحتى لا يقع الآباء والأمهات في ذلك أن يفرقوا بين الأبناء فيحبون فلانا على فلان. لا، هذا الأمر قد يورث أثرا نفسيا سيئا في نفس الأبناء الذين لم يرتقوا إلى المحبة المثلى عند الآباء والأمهات. كان يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، ونحن نعلم ذلك جيدا وندرك ذلك جيدا. يحمل الحسن على كتفه أو الحسين على كتفه، حتى إنه كان إذا مشى بهما ويرى الصحابة ذلك يعني كانوا يقولون نعم المركوب ركبتم، يعني يقصدون نعم الذي يحملكم أي رسول الله. وكان النبي ينظر إليهم ويتبسم ويقول ونعم الراكب ركب، أي الحسن أو الحسين أو غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هنا أشير أيضا إلى لقطة دقيقة جدا، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق بين الذكور والإناث، عشان المشاهد ما يقولش يعني ده الحسن والحسين بس، لا، خلي بال حضرتك. أول حفيدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها أمامة. ركزوا في الاسم كويس، لأن إحنا يعني بنبتعد كثيرا عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والأبناء والأحفاد والأسباط. وخلي بالك عشان تفرق بين الحفيد والسبط، الحفيد ابن الابن، تمام، أو بنت البنت، إنما السبط ابن البنت. السبط ابن البنت، يعني إحنا بنقول إيه؟ الحسن والحسين سبط رسول الله، لأن دوم أولاد البنت، أولاد السيدة مين؟ فاطمة. طيب، لكن ابن الابن بنت البنت ده اسمه حفيد. أول حفيدة للنبي صلى الله عليه وسلم السيدة أمامة بنت السيدة زينب، وهي الابنة الكبرى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة هي اللي اتجوزت سيدنا علي بعدما توفت السيدة فاطمة بنت النبي بوصية من السيدة فاطمة. وهي صغيرة كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه ويخرج بها من بيته في وقت كان المشهور بين المشركين وأد البنات. خلي بال حضراتكم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيحمل السيدة أمامة طفلة صغيرة يخرج بها بين الناس، وكان في وأد البنات، في إشارة إلى مكانة المرأة. لعله للحديث بقية، علينا أن ندرك طرق التربية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.